عاملين ايه؟ معاكوا ريا وسكينة. النهارده بصوا بقى النهارده الفطار فين المية يا بسرعة؟ لهوي نسيتها. النهارده هنعمل فطار ايه؟ غريب. قولي يا سيد المطبخ، هنعمل ايه المطبخ النهارده؟ هو الفطار حاجه غريبه كده عمركم ما بص، شفتوها. هو حاجة غريبة اللي احنا زهقنا من الأفكار بتاعة الأكل، بس احنا بنحبها عموما وجوزي بيحبها وجوزي إمام بيحبها. أكلة سهلة وسريعة أكيد الشعب كله بيحبها يعني. توقعوا هنعمل ايه النهارده؟ هنعمل ايه؟ فتافيت هنعمل فتة. فتة وملوخية ولسان عصفور وعصير جوافة. وايه تاني؟ عصير ايه تاني؟ بس صح. هو عصير جرافة حلو. ممكن اعمل معاهم عصير اللي هو التمر لا والكركديه. مش عايزه التمر بتاعك ده. انا هعمله ليه انا يا ستي؟ هعمل كيكه اقول لهم هعمل كيكه بالبرتقال. ماشي، وكيكه الديزرت. بالبرتقال. حلويات. كريم كراميل اتنسف طبعا. الكنافه لسه فيها شويه، ماليش تقول عليها قوي يعني. اعرفوا الكنافه والبتاع اللي هي مريم، انا جايبه طماطم اللي هي اللي اسمها ايه، القطايف دي بتقعد عندنا بالسنين ليه بقى. انا اصلا ما بروح بشتري حاجه صغننه كده اللي هي تخلص في ساعتها. كريم كراميل كل واحد خد طبق، فقعد على مده يومين خلص. هم 4 فهنروح بقى نبدا معاه الاكل وايه، نرجع لكم تاني. اقفلوا. بصوا يا بنات اللحمه اهي، برضه قلت لكم بنعمل كميه على قدنا عشان ايه ما تترميش. والطماطم اهي هضربها بقى في الخلاط، وهوريكم برضه هعمل كيكه انا عشان الفيديو ما يطولش. انا بعمل الحاجه وبوريكم ايه في الاخر كده. في الميه بحط فيها جزر وطماطم ولورا وفلفل اسود وبحط حبهان، فهحطها بقى تتسلق. بصوا ايمان بتعمل كيكه ايه؟ لو ايمان بتعمل كيكه بالبرتقال اهي دريم. احنا طبعا الراي رسمي للكيكه عندنا دريم. و... وانا هعمل دلوقتي عصير تمر وكركديه مع بعض. تمر الطبيعي عشان ما بحبش الالوان. انا بحب ماليش في الالوان قوي. لا بشربه. بتشربيه. انا لسه بقول انا بعترف بنفسي اعتراف اهو. انا بشربه بس مش قوي يعني. بس انا بحب الطبيعي ده اكتر، فهعمله دلوقتي. بصوا يا بنات طبيعي. كيكه دريم دي ما تحطيش 3 بيضات، هما بيضتين حلوين مالكيش دعوه باللي مكتوب عشان ايه. ما تزفرش. عايزه اقول لكم ان انا خلصت الفته. احنا بنعمل الاكل سريع قولوا سريع. طريقه العيش بقى، انت بتعملي ايه في العيش؟ العيش بتاع الفته بقطعه قطع صغيره، وبجيب قطعتين زبده بس، وبعمله بالزبده وبخليه مقرمش، وبقوم حاطه عليه معلقه توم صغننه. بص، حطيت شويه تمر، كام قطعه كده قالب، وبعد كده حطيت كركديه. انا عارفه هتقولوا لي ايه كركديه ما بتتفقش كده. كركديه. عندي مضرب كهرباء بس انا برتاح في الكيكه بايديا عشان احس بالقوام بصراحه. وهحط بقى السكر. مش بحب سكر كتير في الحاجه، بس اهو هسكره. بصوا البيض بدوبه الاول عشان الزبده كانت انا بسيخنها فسخنه عبال ما البيض يدوب عشان ما يستويش. 3. حطيت 4 معالق بس، جوش لوك. وهحطه على النار يغلي. ريحتها حلوه قوي يا مريم. هحطه على النار يغلي، وبعد الفطار بقى هدوقه لو اتظبط يعني السكر بتاعه مظبوط ولا لا. لو ناقص هحط له، لان انا ما بحبش الحاجه تبقى مسكره، وممكن احط الحاجه قليله لغايه لما ايه تستوي، وبعد كده اشوف ناقصها ايه. مكتوب نص كوب لبن، حطيت نص كوب لبن. بصوا العجينه عامله ازاي، محتاجه لبن تاني، فعشان كده بقول لكم ما تمشيش في المقادير بالذات الحاجات دي. انتوا عينيكم من كتر ما انتوا عملتوها مثلا تبقوا انتوا فاهمين. بقلبه دلوقتي عشان السكر يندمج فيه ما ينشفش، وهحطه على النار يغلي بتاع ربع ساعه، واقوم شايلاه يبرد، اقوم حاطاه في البرطمان او الازايز. ما عندناش ازايز. الذره شفشق حلو كده اهو. بقلبه عشان السكر يدوب فيه، وبعد كده احطه على النار. واحلى عصير تمر. متقوليش بقى حاجات الشارع عشان احنا ملناش في عصاير الشارع. بحب اعمل كل حاجه في البيت. بعمل كل حاجه في البيت. انا اعمل كل حاجه في البيت.
واتسلى واعملها معاكم وايه وانضف. كده البرتقال دي استحاله اشتريها من الشارع معموله، استحاله لو عملتولي ايه. بصوا القوام هو ده اللي انا عايزاه. مستنيه الزبده تبرد وبعد كده ايه هحطها وهحطها في القالب بقى. اهو السكر ده بيعتبر سخن. طبق اللي سخن 100 جرام زبده يا بنات. اهو السكر ده، السكر ده احطه بقى على النار ربع ساعه او 10 دقايق، وهقلب واشوف التمر ده ولا لا. التمر مش دايب معانا اهو، شايفينه؟ لسه هعمل ملوخيه ولسان عصفور، بس مريم اللي هتعمل ملوخيه، بس انا هسوي لكم وانا بشرب ولا شهقه شهقه، بس مريم هي اللي هتعمل الملوخيه. بصوا هي ده القوام اللي انا مطلوب مني، عشان ايه ما تكتلش منكم وتحسوا القطعه لما تاخدوها تتعبوا نفسيا. لا اعملي، ايوه الغطيان اعمليها، اعملي الغطيان حطي فيها اهو الغطا بتاعك اهو، حطي بقى فيها خلاص، حطي كده خلاص بس اشطفيه. افصلي يا مريم الكاميرا بقى. استني ما اوريهم القالب، استنى. انا بحب القالب ده يا بنات، بحب القالب ده قوي. هعملها بقى بس ايه هدهن برضه هنا زبده او زيت اي حاجه. هفصل بقى، استني وريهم استني وريهم هنا، وريهم الرز خلص، الرز خلص. وريهم اللسان عصفور، قول لهم بحب احط المكرونه، وريهم هنا بحب احط المكرونه في مع لسان عصفور، بتبقى تحفه وصدره بتاكلها. بصوا بقى كده العيش اهو قطعينه كده عشان مريم هتعمله زي ما قلت لكم في طاسه على حته زبده. وطبعا فته يعني اللحمه ما تتاكلش كده، مش جو بقى اللحمه تتاكل كده، لا اللحمه دي بتتعمل بالبصل. في ناس بتقول عليها كباب حله واحنا بنقول عليها لحمه ببصل، فكل ده بصل ناسي على النار. هدوب البصل ده كله اكرمله يعني. انا خلصت العصير عليه اهو، التمر مش بتكلم والكركديه، بعدين هحط ميه، بعدين هحط اللحمه. كانت ماما بتعمل ايه بقى، في حته فويل وتحط فيها قطعه فحمه وزبده، بس الحاجات دي مضره فماما ما بقتش تعملها ولا احنا بنعملها، فهعملها بقى واوريها لكم. بصوا كده الكيكه خلصت وسبتها تبرد، دلوقتي هحطها بقى في القالب بتاعها وايه، ودي بقى التحليه هتقعد عندنا كذا يوم يعني. وده عصير الجوافه، بصوا لسه متلج عصير الجوافه اهو. وعملنا الخشاف عملته باللبن مش بالميه، اللي هو هوريهولكم استنى، اللي هو ده بلح بقى وطين واللي هو قراصية والحاجات اللي هي بتاعت الخشاف دي، وحطيت عليه قطع جوز هند بتبقى حلوه برضو. يعني بصوا الاكل ده انتوا ما تمشوش بقوانين، انتوا حطوا الحاجه اللي انتوا بتحبوها، فاهمين؟ هقلب بقى الكيكه واجي كده. الكيكه اهي هسيبها ترتاح سيكه كمان عشان اقطعها وابدا اجهز بقى. خلاص احنا بصوا الفته اهي ودي القطع اللحمه والملوخيه ايوه المفروض لسه العصفور بس الشوربه اتشربت بس كده. بصوا فطار لذيذ وخفيف عشان ايه